السلام عليكم يا حبايب قلبي. عاملين ايه يا بنات؟ عاملين ايه يا حبايبنا خارج مصر وجوه مصر؟ ربنا يصلح حالنا وحالكم يا رب. طبعا النهارده هنعمله معاكم يا حبايب قلبي فراخ ماشي، وهنعمله شويه رز، هنعمله شويه ملوخيه حلوين كده ماشي يا حبايبي. نولعوا بقى النار بتاعتنا. النهارده عندنا ايه؟ ماتش غسيل ما اقولكمش. النار بتاعتنا ولعناها. تسخن بس الحله بتاعتنا. وطبعا احنا جبنا طماطم من السوق اهي، طماطم جميله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. كيلو ونص ب10 جنيه. وطبعا كيلو الا ربع خيار، كيلو الا ربع حلو اهو ب10 جنيه ماشي يا حبايب قلبي. وطبعا جبنا ملوخيه وما اقولكوش بقى على الغسيل. طبعا غسيل اهو، ربنا يصلح حال الجميع يا رب. والملوخيه بتاعتنا قدام المروحه، الدنيا حر بقى والمراوح مش عامله حاجه، المراوح عندنا متكسره ومش عامله ولا حاجه. الملوخيه بتاعتنا حلوه جميله اهي ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد واهل سيدنا محمد. طبعا احنا ايه غسلناها كده بعروشها علشان لما تقطفيها يا حبيبه قلبي ما يبقاش فيها ايه، ما يبقاش فيها ميه، وتسيبيها تنشف كده على المروحه. اللهم صل على سيدنا محمد واهل سيدنا محمد. خضرة وجميله بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، خضرة وجميله. عبال ايه اما نحطوا اكلنا على النار يكون الملوخيه بتاعتنا ايه نشفت، العروش بتاعتها نشفت، الورق بتاعنا وبقى 100 100 كده، ونقطفوها ونخرطوها. وبالهنا والشفا للي شاف، والهنا والشفا للي هياكل. وأمانة عليكم ما تنسوناش في الاشتراكات يا حبايب قلبي، تنسوناش في الاشتراكات. طبعا حلتنا نشفت اهي يا حبايبي. اللهم صل على النبي. نحط بقى الفراخ بتاعتنا بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد واهل سيدنا ايه محمد. ده طبعا بصله متخرطه تتشوح مع ايه، مع الكباش بتاع البصل، وتتشوح كده تشويحه حلوه. ونحط الميه بتاعتها علشان الفراخ بتاعتك ايه تطلع حلوه يا حبيبتي. ودي بصلتين اهم بسم الله ما شاء الله. وده طبعا طماطم حب كده ترميها عليها. حبيتين طماطم بس، وتحطي بقى حباشك وتظبطيها. طبعا يا حبايب قلبي حبشنا ايه الشوربه بتاعتنا فراخ، معلقه كركم، رشه فلفل اسمر، رشه ملح بسم الله ما شاء الله اهي. تتشوح بقى مع بعضها كده يا حبايبي. طبعا ايه فراخنا تتشوح مع بعضها، ونزودوا ايه الميه بتاعتنا، ونسيبوا بقى الشوربه بتاعتنا مع نفسها. نعملوا بقى شويه رز كده بايه، بشوربه او بكركم على حسب ايه، على حسب ما نحب، على حسب ايه كل واحد ما يحب يا حبايبي. وما تنسوش يا حبايبي الاشتراكات. احنا سلامنا لحبايبنا اللي خارج مصر واهل المغرب، حبايب قلبي اللي مشتركين معانا. وليه يا حبايب قلبي الواحد طبعا احنا بنشتركوا معانا، يعني الاصول للواحد نشجعوا بعضنا، القنوات الكبيره تشجع القنوات الصغيره، عشان احنا عاملينها مصدر رزق يا حبايبي، عاملينها مصدر رزق. والله في جماعه بعتولي يعني ينزلوا لي ايه، ينزلوا لي 4000 مشترك، 5000 مشترك. والله انا معيش فلوس دلوقتي، ما ظروفي ما تسمحش ان انا ايه اشترك بفلوس وكده حاليا يعني. انما ربنا يسهل الحال، وكل واحد ورزقه. وطبعا احنا عاملينها اهوت وربنا يرزقنا. والاشتراكات ديت والمحبه دي من عند ربنا، والله المحبه يا حبايب قلبي من عند ربنا. اخواتنا طبعا واخواتنا في مصر هنا احنا مشتركين طبعا معاهم من زمان، كل القنوات والله الواحد مشترك معاه. ولما ببعت لحد من عندنا من هنا بيستخسروا يشتركوا معانا. ليه يا جماعه؟ ليه؟ ده احنا الاصول احنا اخوه
وده مصدر رزق لينا ولأولادنا، وابو حسن تعبان وكده، وانا عامله مصدر رزق ليا ولاولادي علشان اساعد في المعيشه الغاليه اللي انا فيها دي. انا طبعا ست بيت وما عنديش شغله وما اعرفش اشتغل بره، خارج بيتي ما اعرفش اشتغل بره، واولادي بيدرسوا في الدراسه وفي الشغل، والله صعبانين عليا، وكل واحد عارف يعني ظروف التاني. يا حبايب قلبي كل واحد لو اشترك ما فيهاش حاجه، لكل واحد لو اشترك ومد ايده على الاشتراك توصلونا حتى ال2000 مشترك، علشان ايه القناه بتاعتنا تترفع معانا. وانا عاملاها مصدر رزق عشان انا عندي واحد تعبان يا حبايب قلبي، انا مش عاملاها كده عياقه كده وخلاص، لا والله انا عاملاها مصدر رزق عشان يدخل لي مصدر رزق ليا ولاولادي، علشان ما فيش دخل لينا، والعيال بيشتغلوا على قد ما بيقدروا وبيدرسوا، وعندي بنت صغيره وانتوا عارفين الدروس والمصاريف والثانويه غاليه. طبعا انا بدخلش عيالي والله دروس، وبنتي الصغيره في داخله سنه 5 ومفيش طبعا النور انقطعوا، ومفيش يا حبايب قلبي دخل لينا، مفيش دخل، وكل واحد يزق معانا من ناحيته، واخواتنا اللي في مصر اللي هنا كل واحد يزق يا جماعه، ما تستخسروش. بسم الله ما شاء الله على المغرب والناس اللي بره، بسم الله ما شاء الله، كل والله اللي بشترك معاه على طول بيشترك معايا حبايب قلبي، خارج مصر برضك وجوه مصر، احنا كلنا اخوه يا حبايبي، كلنا ايه نشجعوا بعضينا كده، عشان ده مصدر رزق، كل واحد وراه اللي مكفيه. طبعا بتزودوا الميه بتاعتنا اهي، محدش يزعل يا حبايب قلبي من الكلام اللي انا بقوله، والله الظروف يعني الحمد لله، نحمدوا ربنا على اللي احنا فيه، والله نحمدوا ربنا يا حبايبي على اللي احنا فيه، بس ما فيهاش حاجه، كل واحد يزق من ناحيته ونشتركوا مع بعض كده زي ما احنا مشتركين كده، والواحد بيحس بظروف الناس، احنا بنحس ببعضينا وبنحس بظروف بعضينا وكده، كل واحد يزق مع التاني، وربنا يرزق الجميع يا رب، ربنا يرزق الجميع. وانتوا عارفين لما يكون الواحد يا حبايب قلبي عنده حد تعبان وكده، وانتوا عارفين العلاج غالي والمصاريف بتاعت لما يكون الواحد عنده اطفال وعنده شباب بتتعلم، وما بيبقاش فيه دخل لينا ولا بيبقاش فيه مصدر رزق لينا. انا عاملاها مصدر رزق والله، والله المستعان، وربنا فوق، وربنا فوق والله، الحمد لله، نحمده ربنا، والله نحمده ربنا يا جماعه، احنا مش متبطرين على عيشتنا، ونحمده ربنا على معطانا. وشكرا لحبايب قلبي اللي جوه مصر وخارج مصر، وربنا يوفق الجميع، وكل واحد بيجري على اكل عيشه، وربنا معانا ومع الكل يا رب. طبعا النور انقطع عندنا يا حبايب قلبي، طبعا احنا حطينا الزيت بتاعنا، هنعمله شويه رز بكركم ماشي، والفراخ بتاعتنا استوت بسم الله ما شاء الله. طبعا ده قرن فلفل، شويه كركم وفلفل اسمر ماشي يا حبايبي. طبعا ايه تحميصه كده على السريع ماشي يا غوالي. نحط بقى ايه الشوربه بتاعتنا، طبعا ايه نظبطوا الشوربه بتاعتنا ونظبطوا ملحنا يا حبايبي. الشوربه بتاعتنا بتغلي اهي، وطوا بس النور انقطع بقى وايه عاملها فينا. طبعا الغساله وقفت، طلعنا بس فمين منها بس، ومحدش يزعل مني يا حبايب قلبي، علشان ايه اصول كده نزقوا مع بعضينا كده، وربنا يسهل لنا الحال ويسهل لكم الحال يا رب، ويفركها على الجميع. نحط ملحنا وارجع لكم تاني. طبعا ده يا حبايب قلبي دي فروة الحولي، ده ايه دي الفروة بتاعت الحوالة. طبعا داخل علينا العيد وكده، انا غسلتهم علشان يتشالوا عشان احنا حر وصيف وكده يا حبايب قلبي. طبعا ايه فروة الحولي دي اهي، اللي عايز بقى يملحها يا حبايبي هنا علشان ايه
بصوا جميلة بسم الله ما شاء الله. اللي عايز يملحها التمليح بتاعها يا حبايبي الفروة بتاعت الحولي، طبعا اللي يضحي ببيته كده والفروة يكون هو عايزها، تعملوا ايه؟ نجيبوا طبعا ملح خشن، كيسين ملح او نص كيلو او كيلو، نص كيلو او حاجة زي كده، يعني ب20 جنيه ملح ولا ب10 جنيه او حاجة زي كده. وبصوا بقى لما تملحوه بسم الله ما شاء الله ناشف ازاي. طبعا يتملح عندكم على السطح، تحطوا باكو اريال او رابسو او باكوين رابسو، تخلطوهم مع الملح وتحطوهم على الفروة بعد ما تغسلوها، اغسلوا يعني تشطفوها وتفردوها فردة حلوة علشان ما يكشش معاكم. في ناس ما تعرفش التمليح بتاعت الجلود بتاعت الضحية بتاعت الحوالة وكده. طبعا تملحوه هيبقى معاكم كده فروة تنفعكم في الشتاء. ممكن تعملوها مثلا زي ديكور كده، تحطوه على السجادة يبقى شيك وحلو. ماشي يا حبايب قلبي. ده طبعا ايه غسلناهم اهم، هنشيلوهم بقى. كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي. ديت اهو بسم الله ما شاء الله فروة بيضة وجميلة بسم الله ما شاء الله. طبعا دول هيتشالوا. تحطوا بقى ايه، نحطوا حتة صابونة كده، نبشروا صابونة ونحطوها في كيس ونخرموا الكيس وتحطوها ايه، تلفوهم كده وحطوهم وتشيلوهم للشتاء ان شاء الله وتطلعوهم يبقى ريحتهم جميلة. عندك مسك بشور المسك او تحطي حته قالب مسك فيهم وتنك ايه حطاهم في اكياس يا حبايب قلبي طبعا احنا ايه هنلفوهم. بصوا بقى لما الجلد يتملح، الجلد يا حبايب قلبي لما يتملح بصوا ابيض وجميل وزي الفل ازاي اهو وناشف وحلو. بصوا بيطبل ازاي، يعني الخساره طبعا الجلود لما تكون واحده عايزه جلد تملحه ولا حاجه زي كده تعملوا ايه، او كيسين ملح او 3 اكياس ملح من العادي لو ما فيش خشن، وتحطي عليه كيس اريال او رابسو وتلخبطيه عليه وتفردي بقى على الجلد ولا يكش معاكي ولا يبقى فيه ريحه وحشه. وبعد ما ينشف خالص اغسليه بقى زي ما تحبي يا حبايب قلبي. ولما يتغسل غسله حلوه ينشف ممكن بقى بعد كده تغسليه في الغساله النص اوتوماتيك، مش الاوتوماتيك تبوظيها، او الغساله العاديه على حسب ما تحبوا، او في البانيو بقى زي الفل اهو بسم الله ما شاء الله. يتشالوا بقى وانتوا طيبين كده والنور انقطع اعملوا فينا طبعا. والملوخيه بتاعتنا اهي هقطفها يا حبايب قلبي وارجع لكم تاني. طبعا يا حبايب قلبي احنا قطفنا الملوخيه بتاعتنا اهي، ونعجبكم الفيديو امانه عليكم يا حبايب قلبي تشتركوا في القناه وارفعوا لنا القناه بتاعتنا يا حبايبي، وكل واحد كده ايه يديها لحبايبه ويديها لاخواته ويديها لاولاده، ترفعوا لنا القناه وجزاكم الله كل خير وربنا يفرجها على الجميع يا رب. ومحدش يزعل من كلام يا حبايب قلبي. الاصول كلنا نزقوا مع بعضينا كده علشان صدقوني الناس بقت ظروفها صعبه. والله الناس ظروفها صعبه، واللي عالم بالواحد ربنا الحمد لله نحمده ربنا. واحنا يا حبايب قلبي والله عاملينها مصدر رزق وربنا يفكها على الجميع. مفيش اساسا داخل لينا خالص. الله ربنا يسهل حال بالقناه ديت وايه نزقوا مع اولادنا في تعليمهم، وربنا يفرجها علينا وعليكم وعلى امه الاسلام وينصر يا رب فلسطين وربنا معاهم ويقويهم. الحمد لله برضك احنا احسن من غيرنا ونحمد ربنا على ما عطانا. والله ده شالوا الدعم من على العيش، كنا بناخده 30 رغيف مثلا يوم ويوم كنا بناخده طبعا اليوم ويوم كان ب1.5 بقى ب6 جنيه. الناس هتروح فين؟ الناس اساسا بتاكل عيش عشان الرز غالي. هنعمله ايه؟ ربنا يفكها على الجميع بقى. ربنا معانا ويفكها علينا يا رب. ربنا يفكها على الجميع. طبعا خرطنا الملوخية معاكم يا حبايب قلبي اهو، نلموها ناعمة وجميلة ازاي. المخرطة الجميلة دي انا متجوزة بيها. المخرطة ديت لها دلوقتي 23 سنة ما شاء الله. كانت جايبها لي والدتي الله يرحمها
مخرط بتاعت زمان النظيفة الحلوة. طبعا تاكلي ملوخية تاكليها بالمخرطة. المخرطة مفيش احسن منها، بتاعت جدتي وجدتك ووالدتي ووالدتك يا حبيبة قلبي يا غالية. بصوا بقى شوية الملوخية ما شاء الله. طبعا انا بحط الشوربة على الملوخية يا حبايب قلبي اهو. ماشي، بسم الله ما شاء الله. على حسب ايه الملوخية بتاعتك، لازم تخليها تقيلة خفيفة، بس لازم الملوخية ايه تبقى ايه يعني ماسكة نفسها تقيلة كده وحلو. الملوخية يا حبيبة قلبي ما تتغطاش علشان ايه ما ترسيش منك. شوفوا بقى الملوخية بتاعتنا، عشان انا مش جايبة ياما، انا جايبة هو ايه كيلو بس صفصف على دول. بسم الله ما شاء الله حلوين. دوب ايه طبقين 3 على قد افرادنا. الملوخية بتاعتنا جميلة بسم الله ما شاء الله اهي. طبعا والرز بتاعنا الرز بتاعنا هو مفرفر وجميل يا حبايب قلبي ما شاء الله. فرفر وجميل يا حبايب قلبي اهو ما شاء الله. طشة الملوخية بتاعتنا خضرة وجميلة اهي، ونعجبكم الفيديو يا حبايب قلبي. طبعا عشان النور مقطوع. وادي الفراخ بتاعتنا نشيلناها، والشوربة بتاعتنا هي بسم الله ما شاء الله. اشتركوا بس في القناة بتاعتنا كده وشيروها لينا يا حبايب قلبي. جزاكم الله كل خير وسلامي يا حبايبي اللي خارج مصر وجوه مصر. ودعواتكم لفلسطين اخواتنا في غزة، ربنا ينصرهم يا رب، وينصر أمة الإسلام، ويشفي مرضانا ومرضاكم، وينجح أولادنا وأولادكم يا حبايب قلبي. بس الملوخية جميلة وخضرة بسم الله ما شاء الله. متنسوناش في الاشتراكات يا حبايب قلبي.